كل ما يثار حول مباراه الاهلي وسيمبا وتحديد ميعادها كله اجتهادات. سيمبا ما حددوش ميعاد المباراه، ولو سيمبا هيقول لك هلعب الساعه 4 عشان ما تتعبش قلبك. لكنه سامسون اللي هو المسؤول عن القصه دي في الاتحاد الافريقي قال ستكون هناك استثناءات. ستكون هناك استثناءات. وممكن يكونوا سيمبا قالوا الساعه 4 كمان. فالاتحاد الافريقي هو اللي هيحدد الميعاد. يعني هم مبدئيا هو بعد ما القرعه طلعت فراح بساعه قال لك انا هلعب يوم 29 لانه هناك في منافسه بينه وبين يانج افريكانز. فالقصه هنا فيها مشكله وفيها حدوته هنا يعني. هل الاتحاد الافريقي بالفعل هيعملها الساعه 9؟ ده الاغلب. ده امتى هنعرفه؟ بكره باذن الله. قصه بقى المباراه وميعادها ده مع الاستاذ حسن مسكاوي هنتكلم عليها ان شاء الله. المهم ان الدنيا تبقى جيده. وبالمناسبه الاهلي بيأهل وسام ابو علي بعد الاصابه اللي موجوده فيه، واحتمال كبير يلحق مباراه سيمبا. واستدعوا محمد احمد ابو جريشه لانه محمد الشناوي مصاب، وحمزه علاء في المنتخب الاولمبي، ومصطفى شوبير في المنتخب